عايز أمنيتك والحاجة اللي بتحلم بيها تتحقق، حاول تساعد شخص تاني في أمنيته وفي تحقيق حلمه، وربنا سبحانه وتعالى هيحقق لك أمنيتك. أقول لك على حاجة تطمنك، ربنا مش ناسي وقفتك جنب الناس وانت أصلا محتاج اللي يقف جنبك، ولا ناسي سعيك وتخليصك لمصالح الناس وانت أصلا محتاج اللي يسعالك ويخلص لك مصالحك، ولا ناسي كل حاجة بتعملها عشان حد وانت اصلا محتاج الناس تعمل عشانك، ولا ناسي تكسير قلبك ودغدغة قلبك وانت اصلا بتسند قلوب الناس وبتعمل لهم اللي يفرحهم، ولا ناسي صبرك على مشاكلك وعلى ظروفك وعلى كل اللي بيحصل لك وعلى ان الشيلة بقت تقيلة عليك قوي. ربنا سبحانه وتعالى عارف كل ده ومطلع عليه. ربنا سبحانه وتعالى مش ناسي ان حلمك وهدفك ساعات بيتعطل عشان ناس انت بتساعدها. ربنا سبحانه وتعالى هيجازيك على كل ده خير من حيث لا تحتسب، ومن المكان اللي انت مش متخيل ان يجي منه الخير، من المكان اللي انت مش متخيل ان يجي منه الشغل الفلاني، ولا من المكان اللي انت مش متخيل ان انت ممكن يجيلك منه رزق فلاني، ولا من المكان اللي انت مش متخيل ان ممكن يجيلك منه التحفيز او القوة الفلانية. خير الاعمال سرور تدخله على مسلم، خير الاعمال في الدنيا انك تدخل سرور وفرحة وبهجة على حد. فانت ربنا سبحانه وتعالى هينساك ازاي وانت بتحاول تفرح عباده وبتحاول تساعد عباده وبتحاول تخلي عباده في احسن صورة؟ ربنا سبحانه وتعالى مش هينساك. هم دول الكلمتين اللي انا كنت جاي اقولهم لك النهاردة، ولو عجبك المحتوى دوس لايك وشير عشان تدعمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.